السلام عليكم. فيديو جديد. النهارده هنكمل شرح برنامج الفاينل كات برو في سلسله شروحات الفاينل كات برو. اللي منكم اول مره يشوف الفيديو، احنا عاملين سلسله كبيره في شرح الفاينل كات برو كله بكل تفاصيله. فلو انت اول مره تشوف الفيديو دون ارجع من الاول خالص شوف السلسله وبعد كده كمل الفيديو. الفيديو النهارده هنتكلم على اهم 10 شورت كاتس او اهم 10 تريكات في البرنامج تقدر ان انت تستخدمهم تسهل عليك الشغل، وكمان في منهم حاجات كتيره جدا انت ممكن لسه ما تعرفهاش. فتابع الفيديو لغايه النهايه، ولو مش عارف اي حاجه منهم او حاجه منهم وقفت معاك اكتب لي في الكومنتس وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. يلا بينا. اول اختصار معانا وهو ثلاثيه السرعه، حرف الجي والكي وحرف ال في الكيبورد. هم حروف جنب بعض في الكيبورد لو حضراتكم تشوفوا. طبعا انا الكيبورد عندي بالياباني معلش. تعالى معايا حط الكي في النص، ال والجي على الشمال، فيبقى انت عندك كده ايه بصابعك 1 2 3 دول اللي هيتحكموا في الزراير دي. ازاي؟ ان احنا هندوس عليه الكيبورد كده على الزراير دي بالشكل ده كده. تعالى بقى ايه نطبق عمليا عن على الفاينل كات برو. احنا عندنا مثلا مقطع زي ده كده. انا مثلا جيت هنا عند الحته دي، انا عايز امشي قدام. لو همشي قدام هدوس حرف ال. بص كده اللي هيحصل، انا كده سايب الماوس، انا الكيبورد بس. عايز ارجع حرف الجي، وقفت، ارجع. طب اقدم. شايف السرعه في ان انا اوقف وارجع؟ ميزتها ان انت تقدر ان انت تمشي. انا ماشي اهو بالكيبورد، انا بالكيبورد بس، وايديا على الكوماند والبي. وده الاختصار رقم 2 بقى. ان انا مثلا انا همشي كده، هوقف عايز امشي حته صغيره واقوم مثلا قطع هنا وارجع ورا. عايز اقطع هنا، انا خدت قطعت الحته دي، امشي قدام اقطع دي. والاختصار اللي بعد كده هو اختصار هو حرف الفي. حرف الفي بس ده اختصار في حد ذاته، ان هو يقدر ان هو يخفي ويظهر الليارات عندي في التايم لاين. يعني مثلا انا عندي حاجه زي كده، تعالى كده نمشي. بص انا عندي الافكت ده بيظهر على الشاشه بالشكل ده. طيب انا عاوز اشوف الشاشه او عايز اشوف الفيديو اللي عندي من غير ما يظهر الكلمه او الكلام دون. بدل ما اروح عند الكلمه دي واعمل لها ديليت او ان انا انقلها من مكان تاني، اقدر ان انا لو دوست حرف الفي بس بالشكل ده كده، بص عمل لها اخفاء لللاير. اقدر ان انا استخدمها في لو انا عاوز اشوف الفيديوهات اللي تحت الليارات اللي انا حاططها دي، اخفيهم عشان ما يظهروش عندي في التايم لاين، واشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي من غير الحاجات اللي انا ضفتها. طيب هل ده ينفع كمان على الصوت؟ يعني انا لو عندي صوت اقدر ان انا لو دوست عليه حرف الفي هيتشال. والاختصار اللي بعد كده وهو اختصار لازم هتحتاجه لو انت بتشتغل على ملفات كبيره، وهو الشيفت زد. هتلاقي التايم لاين اتعمل كله او احتوى كله بقى محتوي اعتقد في جزء واحد. يعني مثلا انت لو عامل زوم كبير جدا وعاوز تجيب التايم لاين كله في فيو واحد او في بصه واحده، هتدوس الشيفت وزد، هيعمل لك زوم اوت. بس مش زوم اوت بقى جامد، هيعمل لك زوم اوت بحيث يجيب لك التايم لاين كله قصادك مره واحده. يعني تعرف ان مفيش بعد كده هنا. ده بتحتاجه لو انت عندك شغال على بروجكت مثلا تقيل او كبير في حاجات كتير، والتايم لاين عندك فيه كذا حاجه، وعملت زوم ان وزوم اوت وعايز تعرف فين اوله وفين اخره، فتقوم دايس الشيفت وزد هيجيب لك كل التايم لاين مره واحده. فدي ميزه كويسه جدا واختصار برضو مهم. طيب والاختصار اللي بعد كده وهو اختصار ان انا بعمل كوبي وبيست للتاثيرات اللي انا عاملها عندي في الفيديو، احطها على فيديو تاني بنفس التأثيرات او بنفس اللي هي الالوانات اللي انا عاملها. وده طبعا موجود في اي برنامج من برامج المونتاج، زي مثلا اللاير اللي انا عامله ده. اللاير ده بص في الوانات هنا، ايه انا عايز الالوانات دي تبقى ظاهره هنا وظاهره هنا وظاهره في كل اللايرات، يعني مش بس دي. هتيجي هنا هتقف عليه، اولا لازم يتعلم بالاصفر، وبعد كده هتدوس كوماند وسي كوبي عادي جدا، كوماند سي كوبي عادي. هتروح بقى لللاير اللي انت عاوز يطبق عليه الافكتات دي، وتقوم هتدوس ايه كوماند اوبشن وفي. اتطبقت معايا. هتروح هنا مثلا تاني كوماند اوبشن وفي، هيعمل لك بيست للتأثيرات والالوانات. فده برضو اختصار مهم لازم واكيد هتحتاجه وانت شغال. طيب ورقم 6 معانا وهي الكومباوند كليبس. الكومباوند دي اللي هي ان انت بتجمع التايم لاين او الفيديوهات اللي في التايم لاين للاير واحد، اللي هي موجوده مثلا في البريمير. ان انت تعمل مثلا كومبوزيشن مثلا، او في الافتر افكت تقريبا كومبوزيشن او حاجه زي كده، بتدبل كليك عليه بتخش جوه اكنه جروب مثلا، بتخش جوه الحاجات اللي موجوده جواه. طيب الحاجات دي انا امتى اعملها وازاي اعملها؟ امتى اعملها؟ لو انا مثلا قصادك عندي هنا كده في التايم لاين، بص انا في كذا تقطيعه لكذا مشهد، هو كله مشهد واحد اصلا.
يعني كل ده كده كل ده فيديو واحد، بس انا مقطع حاجات معينه. يعني انا مثلا ايه وانا بتكلم ففي في اي مش عارف الحاجات دي كلها انا عايز بقطعها. بس الفيديو لما بيجي يتقطع يبقى بالشكل عامل زي كده، تحس ان انا كل بص فيه تقاطيع كتير ومتخرشم خالص. طيب انا علشان اتخلص من الشكل اللي مش لطيف ده بحدد الفيديوهات دي كلها كده وادوس كليك يمين عليها، وبعد كده بدوس على اول واحده نيو كومباوند كليبس، او ان انت بتدوس على الاوبشن وجي. بس اول ما ادوس عليها بص اللي هيحصل. اولا هتسمي طبعا الجروب ده او الكليبات دي، خليها مثلا ايه تيست 1. تمام، هتحطها في انهي ايفنت زي ما هي كده الماتيريال. تمام، هدوس اوكي. بص بقت ايه لاير واحد بس، بقى فيه قطع من هنا وقطع من هنا بس، وده جواه كله قطعات ولكن معمول في لاير واحد بس. طيب انا عاوز اعدله، دبل كليك عليه بس بالماوس عادي جدا، هيفتح لك بص هنا تيست 1. تقدر تدوس على السهم وتقدر تقفله او تقفل كل اللي مفتوح غيره يعني. تمام، وتقدر انت تعدل بقى من عليه هنا زي ما انت عاوز. طب انا عايز ارجع، شايف السهم اللي على الشمال والسهم اللي على اليمين ده؟ لو طبعا انت لو فاتح كذا حاجه، فهتدوس على السهم اللي على الشمال هيرجعك للفيديو ده واللي هو ايه الاصل. وده هتلاقي هنا اي تعديل هتعمله وتقفل او ترجع هيتطبق على طول في المكان الاصلي بتاعه. وسابع حاجه، ودي اكيد حاجه بتقابلنا كلنا، وحاجه يعني ممكن تنرفز الواحد من استخدام الفاينل كات برو. وكتير من الناس وقفوا اصلا الفاينل كات برو، او ان هم يعني ما بقوش يستخدموا انهم معاهم الماك، علشان خاطر ان هم مش عارفين يتحكموا في البوزيشن او البوزيشننج يعني اللي خاصه ب التايم لاين. انا مثلا عندي الجزء الاول ده الاصفر ده عاوز ارجعه شويه، بس مش عاوز دول ييجوا عليه، يعني عايز ارجع ده بس. فانا لو جيت رجعت عادي بص ايه اللي هيحصل. كل اللي محطوط هنا على اليمين ده جه معايا ورا، انا مش عايز كده، كل ده يبقى واقف مكانه وارجع ده بس. في الحاله دي بتستخدم حاجه اسمها البوزيشن، هي اسمها بوزيشن او اختصارها بحرف البي. البي بتدوس حرف البي. بص حتى الفرق ما بين الاي ده اللي هو الماوس العادي، لو جيت بصيت هنا كده الماوس العادي، لو دوسنا بي بص الماوس اتغير ازاي، لاحظ الفرق. البي اللي هو من غير ديل، ماوس من غير ديل ده البوزيشن. لو انا جيت على الحته الفيديو بقى اللي انا عاوز ارجعه ده، بص بقى ايه اللي هيحصل هنا، بيرجع مع نفسه. طب والباقي واللي في النص بيتملى زي هوا، مفيش حاجه ما في النص. الجري ده معناها ان هو مفيش حاجه هنا. تقدر لو مسحته طبعا هيضم على ده، فطبعا احنا ما نمسحوش نخليه زي ما هو. تمام، حلو جدا. طيب وفي طريقه تانية غير البي دي، لو انت مثلا نسيتها او كده، في طريقه تانية الا لو انت عاوز مثلا، انا دايس حرف الاي اهو اللي هو الماوس ابو ديل وجيت ارجع عمل لنا الشكل ده. في طريقه ان انت تدوس على اول واحده هنا كده، وتبص بقى هتدوس معايا ايه، هتدوس على كوماند واوبشن وزرار فوق وتحت، في فوق وتحت. بص اللي حصل، الفيديو طلع فوق. ده ايه كده، ده بيحصل ايه، ان انا بطلع الفيديو فوق الماجنتيك بتاعه الفاينل كات برو، لان الفاينل كات برو التايم لاين بتاعه ماجنتيك، يعني عامل زي المغناطيس لازق كله في بعضه. فانا كده انا بخرجه من المغناطيسيه اللي هو فيها دي. واقدر بقى ان انا بحرف الاي عادي جدا بالماوس العادي جدا ابو ديل، اقدر ان انا بص بقى ايه ارجع زي ما انا عاوز كده. طيب خلصت، نزلها مكانها، كوماند اوبشن وزرار اللي ايه اللي تحت، فوق وتحت، ينزلها تحت. طيب واتملى اهو معايا ايه الفراغ اللي هو كان موجود في الاول. فبدل ما انا اعمل ده كله واطلعها فوق واعملها تحت، فانت بتستخدم اختصارا وهو البي البوزيشن، وبتبدا ان انت تحرك ده اكنك طلعتها فوق ورجعتها وبعد كده نزلتها تاني. بدل ما تعمل القصه دي كلها، هو مديك اختصار بسيط لحرف البي، استخدمه للبوزيشن، مهم جدا واكيد هينفعك. والاختصار رقم 8 وهو اختصار البليد هيد والبليد تيل. ازاي؟ ان انا بص بدوس على اوبشن وادوس على قوس المفتوح والمقفول عندي في الكيبورد. بص هو انا عندي الكيبورد عاده ياباني، فانا ما اعرفش الترتيب هيبقى زي اللي عندك ولا لا، ولكن بص كده لو ركزت معايا هتلاقي الزرار ده والزرار ده، الزرار ده والزرار ده، انا هسيبهم على الشاشه كده شويه، وحاول ان انت تجيبهم بقى عندك في الكيبورد. لو موجودين عندك تمام، لو مش موجودين ممكن هم اكيد موجودين بس ممكن اماكنهم مختلفه شويه. فانت هتدوس ايه اوبشن وهتدوس ايه الزرار اللي هو القوس مفتوح او مقفول، ده الهيد والتيل. تمام، لو انا يعني انا جيت مثلا هنا كده عندي الكورسر ده موجود هنا، انا عاوز امسح الهيد، فاقوم دايس اوبشن وادوس على القوس اللي هو ناحيه العكس كده، يعني هو اللي باصص كده ده هيمسح اللي على اليمين، اقصى اليمين ده. طب عايز العكس، ادوس اوبشن مسح لي اللي على الشمال.
فانا هو كده يعني هو استخدامها بيبقى بنحيث ان انت يعني انت بتقطع وعايز تمسح، بدل ما تقطع وتقوم عامل بالماوس دايس بعد كده مسحها، لا فانت بتمسح يا باشا كله من ايه، من الكيبورد. فانت تقدر تقطع وتمسح كمان من الكيبورد بكل سهوله. طيب ورقم 9 وهي طبقه التعديل او لاير التعديل، الادجستمنت لاير. وده في كتير جدا ناس ما بتستخدمهوش لان هي ما تعرفش اصلا هو يعني لازمته ايه او امتى نستخدمه. ان انت هتيجي من هنا على الادجستمنت لاير من هنا كده، ودي انا ممكن اسيبها لكم في الوصف تحت الفيديو للي عاوز ينزلها عنده. هي مجرد ان انت بتتكتب هنا كده adjustment layer عندك في التايتلز، هتيجي تخش عليها وهتلاقي adjustment بلس. تمام، هتاخدها عندك كده، هو لاير عادي بيتحط فوق الفيديو بالشكل ده. انا كده حطيت فوق الفيديو. تعالى بس نشيل اللي هو الكلر اللي محطوط عليه، نرجع الفيديو لاصله، اوبشن كده وبعد كده ندوس ديليت. تمام كده ايه، احنا كده حاطين الادجستمنت لاير فوق الفيديو. طيب الادجستمنت لاير ده اللي انت بتقدر تعدل عليه الالوانات وكل حاجه، وهو هيتطبق لوحده على اللي تحتيه. يعني مثال، بدل ما انت الفيديو الاساسي هتعمل عليه مثلا نويز، هتعمل عليه افكت معين، انت بتعمل على اللاير اللي فوقه اللي هو الادجستمنت ده، بتيجي مثلا ايه تضيف حاجه زي كده. بص، بدل ما تضيفها تحت هتضيفها فوق، فاوتوماتيك هو هيطبقها على اللي تحت. بحيث لو انا شلت الادجستمنت لاير ده، يعني دوست حرف الفي ان انا طبعا اشيله او اعمل له اخفيه ورجعته تاني، اعرف ان انا اشوف الفرق بسهوله على الفيديو اللي عندي. وكمان علشان ما بوظش الفيديو الاصلي، لا انا عاوز احط عليه ادجستمنت لاير واحط بقى تحتيه، يعني مثلا انا احط تحت الفيديو ده فيديوهات تانية، فيديوهات 4-5 فيديوهات، بس اللي فوق ادجستمنت لاير واحده بس، هيتطبق طبعا اوتوماتيك على اللي تحت كله. طيب والحاجه العاشره والاخيره وهي الباك جراوند ريندر. طبعا الفاينل كات برو الميزه ان هو طبعا بيشتغل على الماك لان هو سريع، ما بيبطئش معاك، كل الكلام ده جميل وكل حاجه. بس في ماكات طبعا قويه وفي ماكات مش قد كده، وكل ده يعني كل الماكات عاده بتشتغل فاينل كات برو عادي بكل سلاسه، يعني مفيش مشكله. ولكن احيانا لو ماك بطيء شويه او قديم شويه وانت مشغل عليه الفاينل كات برو وشغال بقى على بروجكتات تقيله، يعني حاجه تقيله، يعني شغل يعني فاينل كات برو ممكن تلاقي معاك بطيء شويه في الرندره، بطيء شويه ان انت يعني تعدي على الفيديو. فعلشان تحل مشكله البطء دي، اخر ميزه معانا وهي حته الباك جراوند ريندر، ان انت تعملها اوف او تطفيها خالص. هتيجي هنا عند الفاينل كات برو من فوق على الشريط اللي فوق هنا، وبعد كده هتدوس على السيتنجز بتاعته من هنا، وهتيجي عند البلاي باك هتلاقي اول واحده اسمها الريندرنج وهي الباك جراوند ريندر. لو انا دوست عليها فعلتها، طول ما انا فاتح البرنامج وطول ما انا ما بحركش الماوس وسايب كل حاجه، هيرندر لوحده في الباك جراوند اوتوماتيك، هيرندر الفيديو علشان لما تيجي تشغله تعمل بلاي باك على الفيديو وتبص عليه ما يقعدش بقى كل مره يرندر ويبطئ لك في الدنيا. لو انت الماك بتاعك قوي اصلا، يعني ام واحد تقريبا، برضو ام واحد قوي فيما فوق تمام. لو اقل من كده او انتل اقفلها، لان هي هتساعدك جدا جدا في ان الماك يبقى اسرع من ذي قبل لو انت يعني مشغل. ودول كانوا 10 شورت كاتس او تريكات كده بسيطه في الفاينل كات برو هيسرعوا شغلك جدا جدا. فاكتب لي في الكومنتس لو انت مش عارف فيها حاجه منهم مثلا مش شغاله معاك او حاجه زي كده، وهرد ان شاء الله عليك في اسرع وقت. اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. سلام عليكم.